أهلي طلبوا مني كيكة شوكولا هشة وطرية، وكنت متأكدة رح تنجح 100%. بس اللي صار أسوأ كيكة شوكولا عملتها بحياتي. جربت مرة ومرتين وكل مرة بتطلع يا ناشفة يا ما بتنفش كتير. كنت رح أستسلم، بس قررت أعرف ليش بتفشل كيكة الشوكولا وكيف بتطلع هشة وطرية فعلا. واكتشفت انه في اخطاء صغيرة وخطوة وحدة بس بتحدد النتيجة كلها. اول مرة جيت اعمل الكيك ما انتبهت لهالنقطة ابدا. كنت مفكرة الموضوع عادي، 5 حبات بيض وكاسة سكر وبخفقهم وخلاص. بس الحقيقة هاد اول سبب لحتى يخلي الكيك ناشف وما ينفش ابدا. لازم البيض يكون بحرارة الغرفة، او اذا كان بالبراد منطالعه قبل ما نساوي الكيك بمدة 2 ساعات تقريبا. وبعدين منضيف له السكر ومنضل منخفق بنفس الاتجاه لحتى تتشكل عنا طبقة بيضة مثل الرغوة، ويصير القوام كريمي ويدوب كل السكر. إذا استعجلتي هون لا تكملي، الكيكة رح تفشل من البداية. بضيف ظرف فانيلا وبكمل خلط. وبعد كذا محاولة فاشلة للكيك صرت أعرف وين الغلط. أول شي بضيف 3 معالق كاكاو خام لحتى تعطينا طعم الشوكولا الحقيقي. وبعدين أهم شغلة تعلمتها إنه الحليب لازم يكون دافي مو بارد، خصوصي إذا الجو بارد، لأنه الحليب البارد ما بيخلي الكيكة تنفش مثل ما بدنا. 1.5 كاسة حليب دافي، والمقادير دائما بنفس الكاسة. بضيف كاسة زيت وبخلط كل المكونات لحتى يصير القوام ناعم. هون لأول مرة بحس إنه الكيكة رح تنجح فعلا. وبعد فشل الكيك سابقا صار من الواضح إلي إنه المكونات الناشفة بتلعب دور منيح لنجاح الكيك أو فشله. بضيف ظرفين بيكنج بودر على 2.5 كاس طحين. أهم شي لازم البيكنج بودر يكون جديد وما يكون قديم ومرطب، لأنه رح يخلي الكيك تقيل ومعجن وما رح تنفش معنا أبدا، وكل اللي عملناه رح يضيع على الفاضي. نخلط المكونات الجافة، وهلأ لازم ننخلهم، أهم خطوة لحتى يعطينا كيك نافش وطري وناعم وفيه فراغات، ما يكون معجن ومكتوم. إذا تكاسلتوا وتخطيتوا هالخطوة صدقوني رح تحصلوا على كيك معجن وتقيل. وأهم شغلة بعد ما نضيف الطحين بنخلط بنفس الاتجاه، ما بنعجن كتير بس لحتى يختفي الطحين. إذا طبقتي كل الخطوات وما كملتي هلأ هي الخطوة ما رح تستفادي. أهم خطوة هلأ منحط نقطتين خل بيخلي الكيك هش وطري وناعم. شايفين قوام خليط الكيك المطلوب؟ لا تقيل ولا خفيف كتير. وهلأ أهم خطوة منضيفه بقالب سميك ومدهون زيت، لأنه القالب الرقيق ممكن يحترق من برا وما بينفش الكيك وبيلزق بأرضية القالب. وبفرغ الخليط من الهواء وبدخل القالب على فرن محمى مسبقا قبل 3 ساعة. وممنوع تفتحوا الفرن قبل مرور 20 دقيقة لأي نوع من أنواع الكيك، لحتى الفرن يضل حامي ويدخل الكيك ينفش ويطلع بسرعة. وهلأ صارت كل الخطوات جاهزة لحتى ينجح الكيك ويطلع عنا كيك نافش ودايب ذوبان. لوقت ما تطلع الكيكة من الفرن حطيت 160 غرام كريمة شانتيه وكاسة حليب بارد وخفقتهم منيح لحتى تكون الكريمة ناعمة. وأخيرا الكيكة طلعت من الفرن، لاحظوا معي شقدها خفيفة وطرية وناعمة وما علقت بالقالب. لا تقلبوا الكيك وهو ساخن، ما رح يطلع معاكم بسهولة من القالب، رح يعذبكم ورح يتشقق، وعلى الأغلب بيضل اسم معلق بالقالب. خلوه يبرد شوي وبعدين بيطلع بكل سهولة. وأهم خطوة الكيك بارد ولازم نرطبه بكاسة حليب باردة، لأنه إذا كانت الكيكة سخنة وضفنا لها الحليب رح تعجن ورح تخرب نهائيا. أما إذا كانت باردة وحطينا لها الحليب رح تحافظ على نعومتها وطراوتها لتاني يوم وثالث يوم. وهلأ منزينها بالكريمة
يا عيني كيك شوكولا ناجح 100%. وهيك تعلمنا انه كل خطوة صغيرة مهمة بالكيك. من خفق البيض لسخونة الفرن لترطيب الكيك، وهيك هاي الخطوات رح تعطيكي كيكة أحلامك. وبزينها بشوية شوكولا مبشورة. وبعد كل التجارب والفشل بالكيك صار عنا كيكة شوكولا هشة وطرية بطريقة مضمونة وناجحة من أول مرة. وهي هي طريقتي الثابتة بالكيك، من الفشل للنجاح، وما بقى أغيرها ولا مرة. طرية وخفيفة بخطوات صغيرة فرقت معانا كتير، ومن هداك الوقت وأنا بعمل هي الطريقة لأهلي. إذا عجبتكم الطريقة جربوها واكتبولي بالتعليقات وقولولي بتحبوا كيك الشوكولا ولا الكيك العادي. إذا حبيتوا الوصفة وذكرتكن بأي شي كتبولي بالتعليقات، لأنه عنا الوصفة إلها حكاية. سلام.